بسم الله الرحمن الرحيم. بنرحب بكل مشاهدي ومتابعي قناة مواطن مصري، ونرحب بكم دائما. بإذن الله النهاردة الفيديو بتاعنا هيكون عن الوضع في بريطانيا. لأن امبارح أنا يعني طلعت في فيديو وقلت إن الموقف هناك في بريطانيا يعني مضطرب تماما. فالنهارده يعني هنشوف برضو حصلت واقعة، وكله طبعا زي ما وعدت حضراتكم دايما، كله بالفيديو وبالانباء الموثقة عن طريق صحف كبيرة، مش وكالات انباء يعني كبيرة، مش صغير. أول خبر هنتكلم عنه هي عن المظاهرات اللي حصلت امبارح في بريطانيا، يعني امبارح الصبح. والخطير في هذا الموضوع ان هم المتظاهرين البريطانيين بيطالبوا بإجراء انتخابات. إجراء انتخابات دي يعني إيه؟ يعني انتخابات لمجلس النواب بتاع بريطانيا، لأن الحزب الحاكم غير دلوقتي 3 رؤساء وزراء، ومع الأسف كلهم فاشلين. فبالتالي لا، يبقى لازم النهارده يتعمل انتخابات جديده. الانتخابات الجديده دي تشوف انهي حزب فيهم اللي يقدر ان هو يترشح منه رئيس وزراء ينفذ رغبات الشعب البريطاني، ويشوف يعني هيحلوا مشاكلهم دي ازاي. لان زي ما قلت لحضراتكم برضو امبارح، في على الاقل مليون وشويه اسره بريطانيه ما دفعتش فواتير التليفون، فواتير الكهرباء، اسف، بقالها 3 شهور دلوقتي. والحاله طبعا سيئه جدا. طبعا في اخبار على ان الاتحاد الاوروبي قدر ان هو الدول اللي هي يعني تبع الحلف الناتو ابتدى يعمل تخزين للغاز، وان هو هيقدر يعدي الشتاء اللي جاي ده او الشتاء اللي احنا فيه ده. تمام، ماشي كويس، بس المشكله كمان مش في كده. المشكله في ان سعر الغاز مرتفع جدا. ايه تاني من الموضوعات اللي بتأرق الوضع البريطاني او بتخليه في موقف حرج؟ طبعا بريطانيا بتستقبل كل سنة اعداد معينة من المهاجرين. طبعا لما جت ليز تراس لرئاسة الوزراء، اللي مشيت دي، طلبت انها تخفض اعداد المهاجرين دول، وان هو تقفل الباب يعني في وش الباقي، يعني يبقى في عدد معين اللي يخش وبعد كده يتقفل الباب ما حدش يخش. فطبعا هم المجلس العمومي البريطاني او مجلس النواب عندهم ما وافقش على الكلام دوت. والمهم يعني حصلت مشاكل وفشلت وشالوها، وجه بدلها ريتش. طبعا. طب في ليه السبب؟ في دلوقتي جماعات عنصريه يا جماعه موجوده في بريطانيا. الجماعات العنصريه دي ضد الهجره، يعني ما بت ما 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 مش عايزه مهاجرين يخشوا بريطانيا. ليه؟ لان طبعا دول بيخشوا بيعملوا عبء على الاقتصاد البريطاني. فبالتالي الجماعات اللي هي العنصريه دي مش قابله الموضوع دوت، وخاصه المهاجرين السود. ده زي في امريكا بالظبط كده يعني. المهم، طبعا حصل يوم 6 نوفمبر، 6 نوفمبر بالظبط، حصل هجوم على ميناء اسمه دنفر. الهجوم ده دوفر، اسف، دوفر. اليوم ده طبعا واحد بريطاني عنده 66 سنة خد بندقية ودور الضرب في المركز بتاع المهاجرين اللي بيقعدوا هناك. طبعا الشرطة قبضت عليه والكلام ده، وبعدين في الاخر خالص قال لك يعني هو الراجل ده يعني احتمال اختلال عقلي وبتاع، لكن لا طبعا، لا، ده واحد من ضمن الجماعات اللي هي معادية للهجرة، او جماعات نقول عليها جماعات عنصرية. وطبعا الصور اللي معروضة قدام حضراتكم دي بتأكد هذا الخبر. طبعا اخر موقف خالص حصل بقى النهارده الصبح. حصل ايه؟ حصل انه في شرم الشيخ كان ريتشي سوناك كان قاعد في
في المؤتمر، يعني كان في تقريبا زي جلسة يعني. ففجأة دخل عليه السكرتير بتاعه أو السكرتارية بتاعته، وقعد يكلمه في ودنه حوالي تقريبا نص دقيقة أو أكتر شوية. وبعدين بعد كده قام معاه ريتشي بإيه جري، طلعوا على بره، سابوا المؤتمر وجريوا. طبعا بقى ابتدت بقى كل شوية تكهنات طيب يعني إيه اللي حصل؟ طبعا زي ما حضراتكم كده شفتوا في الفيديو اللي بيتعرض قدام حضراتكم كده ان هو خرج جري. طبعا مجرد الصحفيين ما عرفوا شافوا الموضوع ده، قال لك بس ده مش عارفين ايه اللي حصل ولازم نروح نشوف ايه اللي حصل والكلام ده كله. وجريت طبعا اللي هي المراسله بتاعت CNN، وشافت ام علاء، مامة علاء يعني، واقفه بره في عند السجن تقريبا اللي موجود فيه علاء يعني. وبيكلموها بيقولوا لها يعني انت جيتي؟ قالت لهم انا جايه هنا من بدري، انا جايه بس اشوف ابني، اصله بقاله 200 يوم ما بياكلش. في بني ادم هيقعد 200 يوم ما بياكلش، مش هيجرى له حاجه يعني، ما فيش مشكله يعني، ما هو الانسان مش مهم ياكل يعني. طبعا لانه هو بيقول ان هو مضرب عن الطعام، وكمان شويه هيضرب عن الميه. هو ده اللي هيج مين؟ اللي هيج امريكا وبريطانيا والمانيا، لان طبعا انت عارفين طبعا حقوق الانسان دي عندهم يعني مقدسه، يعني ما حدش يقدر يفتح بقه فيه. فالمهم يعني، فبيقول لها طب ايه اللي، قالت لهم والله انا مانيش عارفه، انا مش عارفه اخش. مش عارفه تخش ايه؟ هي الزياره دي مش ليها مواعيد يا ست الكل؟ المهم يعني، فطبعا بعد شويه طلعت جريده ذا صن البريطانيه يعني، وقالت لا احنا والله عرفنا ان سوناك غادر المؤتمر ده او الجلسه دي علشان والله كان في ميعاد مع مش عارف ايه الماني كده، وفد الماني ووفد ايه تاني، وان هو دي بالذمه والنبي يعني يبقى رئيس جمهوريه جاي في مؤتمر كبير زي ده ما هوش عارف، ملوش جدول اعمال. جدول الاعمال ده ما هوش مثلا محطوط من الاول بتوقيتات والتزامات، ده بيقابل رؤساء دول ووزراء ورؤساء وزراء. يعني انا بصراحه مش عارف يعني لو كان صح ان هو خرج علشان الاخ علاء ده مثلا جري، ما اعرفش بقى بيجري فيه ايه مثلا، يمكن كانوا عايزين يقولوا له يعني انك انت لما قعدت اتكلمت مع السيسي في الموضوع دوت طنشك يعني، او ما عملش حاجه، حاجات كده غريبه يعني. طبعا دي بتثبت حاجه، بتثبت الكلام اللي انا بقوله. لا، في ارتباك جامد جدا في امريكا وفي حلف الناتو كمان، في كل الدول دي فيها ارتباك جامد جدا. ليه؟ لان النهارده امريكا وحلف الناتو لا طبعا قدام موقف في منتهى الصعوبه. الهزيمه خلاص واضحه وباديه، فمحدش يعني كل الراجل بتاع المانيا راح الصين يتكلم مع الرئيس الصيني، بيتكلم معاه بيقول له ايه؟ بيقول له يعني شوف لنا الموضوع يعني هيمشي ازاي مع روسيا وهنعمل ايه والكلام ده. وطلع برضه امبارح الرئيس السيسي يقول انا باسم الرؤساء اللي موجودين في المؤتمر لو سمحتوا لي ان انا اطالب بان الحرب دي اللي موجوده في اوكرانيا تقف. ليه؟ لان خلاص امريكا وحلف الناتو عرفوا ان هم جابوا ارض خلاص. فطبعا لكن الاستعلاء بقى واحنا ما نتهزمش والكلام ده كله لا، عايزين بقى يلحقوا يغطوا الموضوع. طب نتفاوض بقى، نتفاوض. طيب الله، طب ما روسيا دلوقتي لو قعدت في التفاوض هتقول لك انا عايزه 1 2 3 4. طبعا الاخ زيلينسكي مدرب على ايه، او يعني متقال له يعمل ايه؟ اتقال له الاول لا انا مش عايز اقعد اتفاوض، انا مش عارف انا ايه، وبعدين بعد كده ولا حاجه، هيقعد زي بتاع. تمام، مش هيقعد يتفاوض، واللي هيتقال له عليه هيسمعه.
ولا مؤاخذه في ايه في بقه كمان يعني، مش هيقدر يفتح بقه. ليه؟ لانه بعد التفاوض وبعد ما يتفقوا على حاجه بمنتهى البساطه هياخد القرشينات ويتكل على الله بره اوكرانيا خالص، هو والناس اللي معاه، لان هتيجي طبعا اداره جديده ده ما فيش فيها فصال. لكن يبقى المانيا ودول حلف الناتو لا، لحقوا نفسيهم ولحقوا الايه. طيب يعني عايز اقول بس ايه كلام اخير بقى بالنسبه لهذا الموضوع. على فكره بالنسبه للاخ اللي اسمه علاء عبد الفتاح ده، مع الاسف يعني انا نفسي اوجه رساله لامريكا والدول الغربيه اللي هم بتوع جماعه حقوق الانسان ديت، والسلاح اللي هم يعني عاملين حقوق الانسان ده سلاح يطلعوه في وشنا. واقول لهم لو سمحتوا انتهى الدرس يا غبي. فهمتوا الدرس؟ لو انتوا فهمتوا الدرس خلاص هتبقوا مظبوطين. لو ما فهمتوش الدرس انتوا حرين، لان الدرس فعلا انتهى يا غبي. طيب ايه بقى؟ خلي بالكم ان دلوقتي الحلف العربي طبعا من ضمنهم مصر والسعوديه، لانهم دول اللي انا هتكلم عليهم دلوقتي. مصر والسعوديه. الاول مصر ايه؟ في سنه 2014 كان في واحدة هنا جت من أمريكا، هي طبعا أب مصري وأم أم مصرية وأب لبناني. دي كانت بتحمل الجنسية الأمريكية ومعاها لسانس حقوق، وجت هنا مصر وعملت جمعية اسمها أولاد بلدي، والله مش عارف إيه، جمعية يعني أولاد بلدي. ايه بقى الجمعيه اللي عملتها دي؟ تجيب ولاد الشوارع اللي هم مشردين في الشوارع، وطبعا كانت الفوضى بتاعت 25 يناير طبعا الدنيا هايصه ولايصه، تمام. تلم العيال الصغيره من الشوارع ويحطوهم في الجمعيه ويقعدوا يديهم فلوس وياكلوهم، تمام. وبعدين بعد كده يقولوا لهم ايه، خدوا طوب واطلعوا حدفوا الجيش والشرطه بالطوب واعملوا مظاهرات وبتاع وكلام من كويس. طيب حلو قوي. اتعرف الكلام ده ازاي؟ ابو عيل من العيال ديت كان موجود، العيل ده كان موجود في الجمعيه اللي هي بتاعت بلادي دي. فابوه قابله في الشارع بالصدفه، فعيط وراح لابوه، انا والله حصل كذا 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 والناس دي خدتني والكلام ده كله. راح عمل ايه؟ راح رايح مبلغ الشرطه. طبعا ما كانش فيه شرطه ساعتها. ايه اللي حصل؟ الكلام ده راح الجيش والشرطه طلعوا عملوا دوريه، راحوا قبضوا على مين؟ على كل اللي موجودين في جمعيه بلادي دي. طبعا ايه حجازي دي وجوزها مصري على فكره، اسمه ايه؟ اسمه محمد حسين. قبضوا طبعا عليهم. طبعا الاستاذه ايه راحت مطلعه لهم الايه؟ الباسبور الامريكاني. ولا طلعت هي واللي معاها والدنيا كلها خدوهم واتحكمت سنه 2014. تهمه بقى الاتجار في البشر وشغلانه كده موال طويل قوي وحاجه يعني تعر يعني. تمام؟ طيب ايه اللي حصل؟ في 2014 لما اتحكمت اتسجنت 8 سنين، اتحكم عليها ب8 سنين، واستئناف في الثاني مفيش فايده. طبعا محامي يعني ما انت عارفين طبعا، يعني المحامين في محامين كده في مصر يعرفوا يخلصوا الليله يعني. قالوا لها بصي احنا ايه، ناخد منك قد كده وهناخد منك قد كده تاني عشان نوزعهم على اولاد العيال دول، يعني ابوهم يعني ابوهم وامهم او ذويهم يعني، بحيث ان هم يروحوا يقدموا بلاغ يتنازلوا فيه، تقوم ايه القضيه تخلص. وده اللي حصل. راحوا خدوا ادوا الاهالي العيال دي فلوس، واهالي العيال دي راحوا المحكمه وقالوا لا والله احنا خلاص احنا متنازلين عن البلاغ بتاعنا، خلاص اصطلحنا. طبعا يعني ناس والله بيجي لها فلوس، طب يعني اللي سابوا ولادهم في الشوارع دول مرميين بالشكل ده خلاص مصلحه سبوبه. المهم طبعا
امريكا طبعا كانت بقى من ساعه ما اتحكم عليهم لحد اخر تقريبا 2016 عماله عايزين مش عارف مين، ولا افرجوا عن مين، ولا طبعا انتوا عارفين بقى الشغل ده. ومصر كانت ساعتها لا ضعيفه طبعا، ضعيفه يعني طبعا. فطبعا المهم في سنه بقى بدايه بقى 2017 في 1 ابريل المحكمه حكمت قالت خلاص والله ما دام الناس دي اتنازلت والموضوع خلص خلاص تمام. بس اول ما امريكا عرفت هذا الموضوع ترامب عمل ايه بقى؟ كان لسه هو كمان جاي جديد، فقال لك اخد اللقطه بقى. ياخدها ازاي؟ راح باعت مستشاره عنده بس اصولها عربيه يعني، خدت طياره امريكيه خاصه على حساب الحكومه طبعا الامريكيه، ونزلت هنا في مصر وخدت اللي هم الجماعه اللي جنسيتهم امريكاني واتكشحوا بره مصر، راحوا امريكا. طبعا بعديها طبعا ترامب ما سكتش، قال لك ان انا ضغطت على مصر وانا مش عارف ايه بقى بتاع العنجهيه اللي انتوا عارفينها دي. طبعا ما فيش الكلام ده خالص خالص. وانا على فكره عملت فيديو في الوقت ده وهعرضه لكم دلوقتي، يعني هعرض اللينك بتاعه قدام حضراتكم وخشوا عليه وشوفوا الكلام ده معمول سنة 2016 بشهادة مين؟ عيل من اللي كانوا موجودين داخل هذه الجمعية، عيل من أولاد الشوارع اللي كان موجود جوه في الجمعية في الوقت ده، فهعرضه عليكم. طيب الدرس الثاني اللي هم بقى خلاص أمريكا اتصدمت فيه وابتدوا يعني هناك يفهموا الليلة دي، الموضوع بتاع مصرع خاشوجي ده. أمريكا لا أيام ترامب قال لك لا، ما أصل أنا المخابرات ما جابتليش ما يفيد إن الأمير سلمان هو اللي أمر بالكلام ده، ولي العهد يعني أمير محمد بن سلمان. وتركيا تقول لك لا إحنا عايزين الناس دي عشان نحاكمهم عندنا في على الأراضي، لأن جريمة حصلت على الأراضي التركية. ايوه على الارض التركيه بس داخل اراضي سعوديه، لان السفاره اللي السعوديه دي ارض سعوديه جوه تركيا، حضرتك ما تقدرش. المهم يعني طبعا اول ما جه الاخ بايدن قال لك بس ده انا هخلي السعوديه دي جزيره معزوله وهشوف موضوع خاشوجي وهطلب تقرير المخابرات وهفضح الدنيا، وراح ساحب من هناك الصواريخ بتاعه الباتريوت، وقال لك جمعيه البتاع ده الجماعه بتاعه الحوثي دي لا احنا كنا دارجينها على قوائم الارهاب، لا الجماعه دول حلوين ولطاف ما ينفعش يبقوا على قوائم الارهاب. زي بالظبط ما عملت بريطانيا دلوقتي واخده كل الجماعه اللي خرجوا اخوان الشر اللي خرجوا من تركيا قعدوا راحوا استوطنوا بريطانيا وخلاص. لا ده حبايبنا ما فيش جماعه محظوره ايه وبتاع وكلام من ده ايه وجماعه ارهابيه ايه، لا الناس دول لطاف وخفاف وحلوين والكلام ده كله. فانا بصراحه انا ما عنديش طبعا اخبار، ولكن واضح تماما ان هو لما قعد زي لما قعد مع الرئيس السيسي واتكلم معاه في هذا الموضوع، وهو طبعا مؤكد اتكلم معاه في هذا الموضوع تقريبا كده والله اعلم، الرئيس السيسي يعني تقريبا ما يعني سمع وبص الناحيه الثانيه وكمل الكلام في حاجات ثانيه خالص يعني مالكش فيه يعني. بس برضو معلش ليه انا بس تعليق اخير، ايه هو ان انا من رايي حاجه ايه هي، ان اي حجازي لما جت الطياره خدتها من هنا، انا كتبت بوست كده صغير قلت ايه؟ ذهب الخبث عن مصر. الخبث دي يعني لفظ مهذب اسف يعني للقذاره يلا للقذاره. اللفظ ده لفظ مهذب، ذهب الخبث عن مصر. طيب بالنسبه للواد علاء ده بالذات، الواد ده طبعا هو مدان في جريمه اللي هو الاعتداء على فرد امن وخطف السلاح منه والقائه في النيل. طبعا حظه الحلو ان ما كانش السلاح ده ما كانش فيه ذخيره، الكلام ده في 25 يناير يعني في الكارثه بتاعتنا بتاعت 25 يناير. رماه في النيل تمام. ده لو كان معاه ذخيره طبعا كان فرخه فيه زي اي بلد
بص كده على امريكا وعلى انجلترا وعلى اي بلد غربيه من الجماعه بتوع حقوق الانسان دول اللي هم واخدين توكيل حصر يعني بحقوق الانسان، تمام؟ هتلاقيه لو بيقبض على واحد وعمل بايده بس كده يعني ما حركها في اي اتجاه غير اللي هو يبقى او كان بيزحف يعني بيزحفوه على الارض ورفع ايده او رفع دماغه، حتى طلقه في دماغه على طول، ما فيش فيها فصال. فاتحكم على الافندي ده. طيب يسكت؟ لا، سب وقذف في كل اللي قدامه، مرة مدير السجن، مرة مش عارف رئيس الجمهورية، مرة ايه مرة ايه مرة ايه. فطبعا قاعد لا وايه بقى، افرج عنه قبل كده. طيب في قانون للتظاهر في مصر زي اي دولة في العالم. قانون التظاهر بيقول لحضرتك لو انت حضرتك عايز تتظاهر تروح تاخد تصريح بالتظاهر والعدد والحاجات دي كلها، والكلام ده موجود في جميع دول العالم. لا، ده من الثوار، يعني ده ما لا ياخد تصريح ولا ياخد حاجه خالص، ده ينزل وقت ما هو عايز ويرجع وقت ما هو عايز ويعمل اللي هو عايزه والكلام ده كله. طبعا دخل السجن تاني. انا من رايي حاجه، ايه هي؟ ان لا، باذن الله بعد المؤتمر ده ما يخلص مفيش مانع لو احنا لينا حد مسجون هناك في بريطانيا، برضو اي يعني ان شاء الله حتى رب يكون كان جاسوس لمصر، نتبادل. ليه؟ لان لو صح المعلومات اللي موجوده عندي ان هو اتنازل عن الجنسيه المصريه وخد الجنسيه الانجليزيه، يعني ملوش اقامه هنا في مصر، يغور في داهيه. ليه؟ لانه قعدته في السجن زي ما انا قلت برضو في الفيديو اللي فات، ده بياكل ويشرب من دم الشعب بتاعنا وهو ما يستحقش اساسا. مش عشان حاجه، لا، هو عشان خلاص ما بقاش مصري. يعني حضرته لما كده يشرفنا تاني، يعني يروح انجلترا ويشرفنا تاني، لا، هياخد فيزا وهيجي هنا يقيم في اي حته، هيدفع فلوس في الحته اللي هيقيم فيها. لو ضاع في فندق لا هيدفع فلوس، لكن هناك في السجن نيغه، قاعد بياكل وشارب نايم قاعد بتاع، مفيش مشكله خالص. فاتمنى ان يكون في الاداره المصريه تبص على هذا الموضوع، وممكن نديهولهم ونديهم كمان فيهم 2 3 من اللي هم واحد زي الاخ عبد الله الشريف دوت، ولا مش عارف ولا مين ولا مين ولا مين، الجماعه اللي هم التافهين دول. ليه؟ لان هيبقى في الوقت ده برضو ذهب الخبث عن مصر، الخبث راح بعيد عن مصر، ويا رب مصر تنضف منهم ومن اللي مشغلينهم. شكرا، سلام عليكم.